مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. معكم نوال من قناة طبخ الخياطة مع نوال. هاد الليلة بغيت نشارك معكم واحد الوجبة العشاء اللي كتجي سريعة ومقاديرها بسيطة. واحد الفطائر تركية اللي دابا راه دايرة ضجة وكل شيء ولا كيديرها وكتعجب الكبار والصغار، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. في البداية هنايا عندي كما كتشوفوا عندي 3 الكؤوس من الحليب، عندي هنايا 2 الكؤوس من الدقيق، عندي هنايا واحد ربع ملعقه صغيره ملح، عندي هنايا 2 المعالق كبار ديال الزبده مذوبه، عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر خشن او السكر سنيده. هذه هي المقادير ديالها. دابا على بركه الله فهي راه كيوجدوا هاد الفطائر دغيا ما كيتعطلوش. ها هي كنديروا داك الحليب، ها هو نضيف ليه ديك الزبده المذابه، ها هي ديك السنيده المليحه اللي قلنا، ها هي وغنبدا نضيف الدقيق ها هويا تدريجيا ونخدم بالباتور. مشاهدينا الكرام، ها هو هاد العجين اللي على شكل كريب ديال الفطائر، ها هو راه شفتوا راه تخلط لينا مزيان. ممكن يتخلط غير بالملعقه وباليد ولا بالفوي، او ممكن ديروه في مولينيكس راه فحال فحال. هاي دابا انا غنحيد هاد الباتور ودابا غادا نخليهم على الاقل واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه حتى شويه يشدوا. هما راه ما فيهم لا خميره لا بيض لا والو، يعني ماشي فحال الكريب ولا هذا، ما فيهم غير داك السكر باش شويه يبداو يتحمروا لينا. دابا ان شاء الله ملي نبغي نبدا نطيبهم غادا نتلاقى معكم. مشاهدينا الكرام، ها هو داك العجين ديال الفطائر كيف ما شفتوا، ها هو راه. مشاهدينا الكرام، انا دابا باش غادي نضيف ديك هذا، كندير ديك الزبيده هنايا كنمهل البوطه، ودابا غادا نخوي هي ها هي كيف نخويها، كنهزها هكذا وكنسيحها في المقله كامله باش ما تجيناش غليظه. ها هي دابا نخليوها تطيب عاد غادي نقلبوها. مشاهدينا الكرام، ها هي دابا بعد ما حسيناها راها شدات قبطات من التحت، ها هي دابا انا غادا نهزها هكذا وغادا نقلبها على الوجه الاخر. ها هي نحاول نقاده من هنا، ها هي وغنحطها هنا اللي غادا نحطهم حتى يبردوا داكشي ملي نمشي نصوب الحشو، وغنغطيهم باش ما يداروش لينا، باش يبقاو فتيين ما يقطعوش. دابا ثاني انا غادا نعاود اخرى ان شاء الله ملي غادا نكملهم راه غادا نتلاقى معاكم. مشاهدينا الكرام، ها هما الفطائر ديالنا دابا بعد ما طابوا، هانتوما شفتوهم كيفاش كيجيو. دابا انا غادا نحطهم على جنب ونغطيهم، ودابا غادا نتفرغ باش غادي نصايب الحشوه اللي غادا نعمر. الحشوه فهي راه ساهله. مشاهدينا الكرام، بالنسبه للحشو كيف ما قلنا راه غيبقى اختياري ديك لافارس باش غنعمروهم. كما كتشوفوا هنا عندي بصيله، ها هي درت فيها شويه الملح والابزار، شويه الزيتون مقطع كان عندي، شويه كفته هذه رانا متبلاها بالعطريه، ها هي وعندي الجبن تنساليو عاد غادي نديروه. وملي غنبدا نشحر فيهم غنضيف فيهم واحد المعلقه الموطار. كما شفتوا هنايا انا وضعت المقلاة او الكاسخول اللي غنشحر فيها. هيا دابا اللي بغى يدير الطون، اللي بغى يدير الصوصيس، اللي بغى يدير صدر الدجاج او لا داند ممكن. هيا وغنضيف دابا كلشي غادي يتخلط في مره. هي غنزيد شويه في البوطه كنت مهلاها، هما يتشحروا في مزيان ان شاء الله. دابا ملي غادا تشحر لينا هاد الحشوه غادا نتلاقى معكم. ها بديتي كتصور. مشاهدينا الكرام، ها هي الحشوه ديالنا بعد ما وجدات، ها هي شحرنا ديك الكفيته مع الزيتون والبصله.
ها هيايا. دابا كما كتشوفوا هذه هي الكريب اللي عندي، ها هيايا. من الاحسن غنطويها على الوجه الاخر، داك اللي محمر غنخليه لتحت، ما نجيبش القوس عند القوس بحال دابا، نخلي واحد شويه باش يجيو شويه عاطين. وكندير هنا واحد القطعه من الجبن، اي جبن بغيتو، موتزاريلا بغيتو، الجبن الاحمر اللي المهم اللي عجبكم. ها همايا كنحط هكذا، ها همايا وكنحط. دابا انا غنصاوب معكم الثانيه. وهنا كما شفتوا انا كنكون موجده المقلاة، ها هيايا دهناها بشويه الزيت ولا الزبده، ها هيايا. وكنبدا كنحط، هاهي. دابا انا غندير معكم واحده اخرى، ها هي باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. ها هي كنقلب ليها الوجه. غنعاود معكم الثانيه، ها هيايا. غنضيف لها حتى هي داك القطعه ديال الجبن وكنطويها هكذا، ها هي حتى هي. وكنجي هنا وكنحطها. هادو راه كيطيبوا غير في المقلاة. هاد المقلاة اللي عندي تقريبا غتهز ليا 4 ولا 5، هما راه كيخرجوا لك غير 8 البياسات. هاد القياس اللي بغى يكثر منهم يضوب المقادير العجين. يا مشاهدينا الكرام، ها هما دابا بعد ما حسيت بهم داروا على داك الوجه، انا غادا نقلبهم هكا. شفتوا هما بداو كيتحمروا. ها هي خصهم يجيو على هذا الشكل، راه غيتقرملوا. ها همايا دابا راه بداو كيتقرملوا. ان شاء الله ملي يتقرملوا من لافاس الاخرى غنديرهم في الطبق التقديم ونتلاقى معكم. مشاهدينا الكرام، ها هما الفطائر ديالنا بعد ما وجدوا وتحمروا، ها هما حطيناهم. نتمنىكم تجربوهم، وراه ممكن ترافقوهم مع الفريت. انا غير دابا مع الليل وجيت معطله من الخدمه، ما بقاش ليا الوقت، هذاك الشيء علاش انا دابا غنقطع معكم واحد الوحيده باش تشوفوهم كيف ما كيجيو. ها هي هانتوما شفتوهم كيفاش كيجيو. هما راه كيجيو معلكين بالجبن وبهذا. نتمنىكم تجربوهم، وراه غيعجبوا الوليدات الصغار ويليقوا هكا في العشاء، شي حاجه اللي خفيفه. ونتمنىكم تجربوهم، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم. وشكرا.